هاي، انا نادية. النهارده هنتكلم عن كليات الطب الخاصة في مصر، وهل هي معتمدة في مصر وبره مصر وفي الدول الأجنبية ولا لأ، وايه الفرق ما بينها وما بين الحكومة. أول حاجة، احنا في مصر في 10 كليات طب خاصة، ودي الكليات اللي أنا لقيتها على موقع الوزارة والتربية التعليم الرسمي عندنا في مصر. والعشر كليات دول هم جامعة أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الحديثة، وبدر، وميريت، والنهضة، والدلتا، وحورس، والأكاديمية العربية البحرية، ونيو جيزة. الجامعات دي في منها الجديد اللي لسه مفتوح السنة اللي فاتت، وفي منها القديم زي جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اللي هي ماست. نظام الدراسة فيهم أنا ما سألتش حد، ولكن هو الطب واحد والمنهج واحد، واللي بيدرس في الحكومة هو اللي هيدرس في الخاصة، فبالتالي هي هتبقى نفس البرامج ونفس المصادر ونفس كل حاجة. فالمناهج واحدة في العالم كله على فكرة. اللي بيفرق بس كل كلية ممكن يعني حاجات تتشال حاجات تتحط، ولكن في الآخر المحصلة واحدة. بدليل ان احنا في قناة السويس كنا بنذاكر من كتب اساتذة في القاهرة، انا بالنسبة لي يعني في ناس تانية بيذاكروا من كتب اساتذة في المنصورة. فالخاصة هتلاقيهم نفس الكلام، هتلاقيهم عندهم كتاب او بيستعينوا بكتب من بره، ولكن اللي بيدي المنهج هم نفس الحكومة، هو نفس الخاص. طب امال الفرق فين ما بين الخاصة والحكومة؟ هي وجود مستشفى الجامعة. الجامعات الخاصة مش بالضرورة ان يبقى في مستشفى جامعة، وان في مستشفى جامعة المستشفى بتكون لسه جديدة ولسه بتتبني، فهنا ممكن تكمن مشكله، والمشكله دي ممكن تتحل بتدريبات صيفيه. يعني الطالب نفسه ينزل يتدرب في الصيف في اي مستشفى، او في سنتين الامتياز اللي هم كده كده هيبقى على الكل، يبقى يتدرب في كذا مستشفى في مصر، وده يبقى له الاحقيه ان هو يعمل كده. فنوصل للفكره ان الموضوع في الاخر معتمد على الطالب نفسه، هل الطالب نفسه هيبذل مجهود ويتنطط هنا وهنا ولا لا، عشان يغطي العجز اللي خده في التعليم بتاعه. ولكن في مستشفيات معروفه ومن زمان، زي مثلا جامعه اكتوبر ليها مستشفى، وجامعه ماست ليها مستشفى، ودول مستشفيات موجودين من زمان وبيروحوا لهم عيان، واوريدي يعني ايه منشأة جاهزه للعمليات وللدراسه ولكل حاجه. فمثلا جامعتين زي دول خلاص هو كده مغطي الجزء الاكلينيكي في التدريب الاكلينيكي. طيب، ده اول حاجه، الكليات الخاصه اللي موجوده في مصر، اللي هي موجوده في وزاره التعليم العالي، اسمها موجود في وزاره التعليم العالي. طيب، الحاجه الثانيه، هل الكليات دي معتمده ولا لا؟ في موقع اسمه World Medical School Directory، ده زي فهرس لكليات الطب اللي موجوده في العالم. فانا دخلته واخترت دوله ايجيبت اللي هي مصر، وطلع لي نفس العشر كليات اللي انا قلتهم موجودين على الموقع ومعترف بيهم. فلو انت الكليه بتاعتك موجوده على الموقع ده هيسمح لك انك انت تسافر امريكا او تسافر انجلترا او لان هو اسم كليتك موجود على الموقع، فخلاص معترف بيها. تمام. طيب، بالنسبه لدول الخليج او الدول العربيه، والله انا دخلت الموقع الرسمي بتاع وزاره التعليم في السعوديه، ولقيت ان جامعه اكتوبر هي بس اللي فيها كليه الطب معتمده، ولكن بقيه الجامعات مش موجوده. ودي حاجه غريبه لان في جامعات تانية برضو قديمه زي ماست ومش موجوده، فهنا علامه استفهام. نفس الكلام لما دخلت الموقع الرسمي للكليات المعتمده في الكويت، لقيت برضو ان في جامعات حكومه مش موجوده اصلا. فانا حاسه ان في خلل في البيانات اللي موجوده. فالاحسن والافضل ان لو حضرتك او حضرتك يعني كده كده مخططه انك هتسافري بلد معينه لوجود اهلك او وجود ظروف معينه، لازم تبعتي حد انت تعرفيه هناك، او تبعت حد انت تعرفه هناك يسال في الاماكن بتاعه التعيين بتاعه الدكاتره، هل لازم ولا بد ان انت تبقى متخرج من كليه معينه ولا الكليه بتاعتك تنفع. تمام، دي ادق مصدر للمعلومه ممكن تجيب منها. طيب، لو لا قدر الله واكتشفت ان انت الكليه بتاعتك ما بتشتغلش في بلد معين، هتعمل ايه؟ وانت خلاص دماغك سفر، خلاص عندك بلاد الله مفتوحه، روح امريكا ولا روح انجلترا ولا روح المانيا واعمل المعادله. كده كده كل الطلبه في مصر محتاجين ان هم يعملوا معادله لشهادتهم. فاعمل المعادله وسافر على امريكا او سافر على بريطانيا. يعني الموضوع ايه ابسط من كده. وبعد كده وانت مصر برضو ترجع الخليج عادي، اقعد في امريكا او في بريطانيا كام سنه، خلص التخصص بتاعك وارجع على الخليج بالباسبور الجديد او بالشهادات بتاعتك. ساعتها بقى هتعامل ان انت يعني اجنبي، وبدل ما كنت بتقبض 1000 هتقبض 5000.
يعني دي حاجات حقيقية. الاجنبي في الخليج رواتبهم اضعاف العربي، واضعاف الوافد طبعا. ف يعني ان شاء الله كل الطرق مفتوحه. طيب بالنسبه للشغل بعد التخرج، دلوقتي خلاص التكليف ما بقاش لكل الطلبه، فخاصه وحكومه كله هيكون بيقدم اللي عاوز يقدم، ولو في مكان هيتقبل. ولكن انا متوقعه انه من هنا لحد سنه 2025 مشكله النقص او الحاجه للاطباء مش هتتحل، لانه كده كده العدد قليل. حتى لو اللي هيتخرجوا يعني ما اعتقدش ان هم هيكفوا الحاجه، وان كفوا فخلاص، لان كده كده الناس بتستقيل بمزاجها وبتسيب بمزاجها من قبل ما يبقى التكليف غير الزامي. يعني هو دلوقتي تكليفه الزامي، ونص الناس بتسيب التكليف ما بتكملش فيه. ف يعني من هنا لحد ما تتخرجوا ما تشيلوش هم الموضوع ده برضه. كده كده في شغل، لو مش هتتعين في الصحه هتتعين في الجامعه، ولو مش هتتعين في الجامعه هتتعين في مكان برايفت، الدنيا مفتوحه وفي شغل. بس هو فيديو قصير، ويا رب يعني اكون جبت معلومات على قد ما اقدر. المعلومات اللي انا جايباها من الجرايد الرسميه ومن المواقع الرسميه للجامعات وللدوله وللمواقع الرسميه من دول بره. ويا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم الفيديو الجاي.